هلا بنات، شلونكم؟ اليوم عندنا طريقة عمل مرق الباذنجان. طريقة كل سهلة وبسيطة. نجيب اللحم نحمسه، حمسة زينة بالزيت. طبعا شوية اخلي زيت اني وحمسه اللحم حمسة زينة. بعدين شو اسوي؟ اضيف لها البصل، اضيف البصل واحمسها حمسة حلوة البصل واللحم. طبعا بنات جربوها، طريقة كلش طيبة وتخبل، جربوها. وانا قبل ما اقول لكم سووا شغله اعرف بيها طيبه. هسه نحمسها حمسه زينه. حتى شو نسوي؟ شو نضيف لها؟ نضيف فلفل دارة او فلفل بارد مثل ما يسموه. احمسها حمسه حلوه زينه، بحيث تطلع الريحه مال الحمص ليخبل. حتى شو نسوي بعد ما صارت هالحمسه الحلوه مالتها؟ حتى نضيف لها الثوم. حتى نضيف لها الثوم. الثوم يعطي نكهة تخبل بالمرق مال الباذنجان، نكهة وطعم يجنن. بهالأثناء احنا شو مسوين؟ خالين هنا الزيت بالطاوة وخالين الباذنجان حتى نقلي. الباذنجان سويته بهذا الشكل، واذا تحبون مكعبات براحتكم حسب ما انتو يعجبكم. بالنسبة لي انا سويته هذا الشكل، اذا تحبون تسوون نفس الشكل براحتكم. هسه شو اسوي؟ اروح اكمل الحمص، البصل وفلفل دارة واللحم. ضفنا لها هسه 3 ملاعق معجون طماطة. تمام، 3 ملاعق معجون طماطة. طبعا هنا أنا بصلاية واحدة خالة اني، وفلفلاية واحدة بس خالة. طبعا فلفلاية كبيرة. ولحم كمية تريدو، بس المعجون 3 خواشيق ملاعق او خواشيق معجون طماطة. نحمس زين، تعرفون لازم ينحمس المعجون، يبي شوخرة حتى تروح مالته. بعد ما نحمسه وكل هالاشياء تخلصت، جبناها ذبيناها مي حار حتى شنو بسرعة يغلي. مي حار حتى احنا نسوي عصر السرعة حتى بسرعة يغلي. ليش نخليه مي بارد وننتظر لين يفور؟ خلينا يفور على راحته. هسه شو اسوي؟ اعوفه شوية، اذب شوية باذنجانات حلوات بالزيت حتى شنو تتقلى زين. تغلاتها حلوة تصير، لا تكون ما يابسة ولا هي لينة. تمام هنا اوكي. نروح على المرقة مرت اللخ، نشوفها بعد ما فارت. خاصة انا بالاثناء هاي الباذنجان عندي خلاص اذبه ويا المرق. تمام لحد هسه اوكي. اضيف الباذنجان اللي قليته اضيفه بالمرق. اوكي. هسه شو اسوي؟ هسه بعد ما ضفت الاشياء هاي كلها اضيف فلفل احمر بارد. تمام، تقريبا خاشوقة مال استكان، اذا تريدوا تكثروا براحتكم. تمام. هنا جبت كيس واحد مال ماجي، واذا تحبوا تكثروا براحتكم. وهنا خاشوقة مال استكان فلفل اسود. اوكي، لحد ما صارت هاي النتيجة اللي تخبل وتجنن. شوفوها هاي، طبعا النتيجة هاي النهائية. وانتوا تحبوها بعد اثخن خلوها اثخن. انا بالنسبة اخليه بيها مي، لان جماعتي يحبون بيها مي مال المرق. تمام. وان شاء الله عجبتكم الطريقة كل سهلة وبسيطة وطيبة وسبع عافية على الكل. لا تنسونا باللايك والاشتراك يا اعز الناس. في امان الله.